في العادة كان العثمانيون يرسلون قرابة 5000 جندي، قد يزيدون قليلا أو يقلون، وعندما أرادوا دخول اليمن أرسلوا 7000 مقاتل، وخلال أسبوع واحد تم تصفيتهم، فبلغ الغيظ بتركيا مبلغه، وعززت بجيش يقدر ب40,000 جندي. قضى اليمنيون على الغالبية منهم، كاد الأتراك أن يخرجوا عن طورهم، بل لقد خرجوا وعززوا بجيش آخر قوامه 40,000 أيضا. ذهب جزء كبير من هذا الجيش نحو الشمال باتجاه صنعاء، ودارت معارك طاحنة في البيضاء وحجة وعمران، وفي تخوم صنعاء دارت أم المعارك في غرب صنعاء تحديدا في منطقة مذبح. وصل أكثر من 25,000 مقاتل من العثمانيين، وبدأت المعارك الأشد ضراوة والأكثر خسارة للجيش العثماني، حيث قتل 12,000 جندي في يوم واحد. يا لها من إبادة جماعية، وأطلق على المنطقة اسم مذبح منذ ذلك اليوم. ولكم أن تتخيلوا أن جيشا قوامه 87,000 أرسل إلى اليمن، لم يعد منهم سوى 5,000 جندي فقط، فخلد الأتراك هزيمتهم النكراء بالقصائد والأغاني بذكرى سيئة جدا لا يستطيعون محوها أو نسيانها. ويوجد ما لا يقل عن 7 أغاني شعبية للحادثة يواسي بها الأتراك أنفسهم، وتخلدت مقولة اليمن مقبرة الغزاة. التاريخ يعيد نفسه، فاليمن كانت وما زالت عصية دوما على الغزاة والمحتلين، حتى أن الغزاة يعضون أصابعهم ندما لمحاولة دخول اليمن. ومذبح الأناضول خير دليل.